انا بقى عايز اعرف دلوقتي وحد يفهمني دلوقتي، مش هخرج من الفيديو ده الا لما ابقى عارف ما هي فائدة رمضان صبحي في كرة القدم. مش هقول لك في الحياة يا سيدي، يمكن في الحياة بيجيب طلبات، بيجيب التموين، يعني بيعمل مشاوير يكون ليه لازمة في الحياة، انما في كرة القدم ما هي فائدته في كرة القدم؟ يعني ليه انا ما بقاش رمضان صبحي واخد ملايين وهو ما يبقاش موظف؟ انا مش باصص في رزقه والله، بس انا هعمل اللي هو بيعمله وهو يعمل اللي انا بعمله. مش قصة ومش حوار يعني. النهارده لعيبه بيراميدز كلها بتجري وبتعمل وبتعارب وبتضرب وبتكسر، وهو عايش في دنيا تانية مع الزعروره اللي على دماغه، ولا هو هنا ولا في واحد جاي من الدوري الانجليزي على الاهلي على الشط على الحراق اللي قلب الدنيا في مصر والاعلام، وقعدنا عايشين على رمضان صبحي ايام وليالي. بيعمل ايه بقى في الملعب؟ انا ما اعرفش. بيعمل ايه لفريقه بيراميدز؟ انا ما اعرفش. طب هو بياخد 100 مليون، يعني كرة لما تجيله في 100 مليون حل في دماغه؟ مفيش خالص. فانت قول لي علشان ارتاح واعرف انام واروح شغل الصبح، ايه بقى فايدة رمضان صبحي في كرة القدم؟